لو تسألوني أنا نفسي آكل إيه طول فترة الحمل، فأنا هموت وآكل الأكل الحرش ده، المشاوي والطواجن والمحمر في اللية. علشان كده طلعت على طول على مطعم بيبو مصر الجديدة، لأن بقالهم 50 سنة متخصصين في الأكل ده ومشهورين بيه جدا. وأصلا أول ما هتدخلوا المكان هتحسوا نفسكم في جو تاني كده. وخلونا بقى ندخل في الأكل وأقول لكم إيه أكتر حاجات هم مميزين بيها وأسعارها حلوة قوي عندهم. وأول حاجة طبق المشكل ده اللي كله متحمر في اللية، ممبار على كبدة وسجق ولحمة، حاجة كده تقول للدايت البقاء لله على طول. كمان هما مشهورين قوي بالرز المعمر بتاعهم اللي واخد وش قشطه ده، وكمان الرقاق واللي ما كنتش متخيله انه هيطلع احلى من الرقاق البيتي كمان. والمشاوي كمان كانت حلوه وهتلاقوا اسعارها كويسه جدا عندهم. بس من وجهه نظري بقى ما ينفعش تروحوا بيبو وما تجربوش الطواجن علشان دي لعبتهم. عندهم طاجن لحمه بالبصل استحاله تجربوه في اي مكان. كفايه اقول لكم ان البصل لوحده بيقعدوا يكرملوه بالساعات واللحمه بتطلع دايبه جدا. وطاجن بيبو اللي على اسمهم ده بقى اختراع، عباره عن ستيك ملفوف كده ومحشي فريك. وانا بصراحه عمري ما شفت لحمه بتتحشي كده زي الحمام. يعني بصراحه 50 سنه وهم اساتذه في شغلهم. وما تنسوش بقى في الاخر تحبسوا بليمون نعناع وطاجن رز بلبن من عندهم.